مساء الخير عليكم. معاكم محمد شاهين، وأهلا بيكم في بودكاست التمانينات. هنكمل كلامنا النهاردة عن الحاجات اللي اتغيرت في مجتمعنا الحبيب العزيز، وهنتكلم على مشكلة في رأيي الشخصي إنها تعتبر من أكبر مشاكلنا في المجتمع حاليا، وهي مشكلة ثقافة الاختلاف في الرأي. زمان اتقال إن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، يعني عادي نبقى قرايب وصحاب وحبايب وجيران بس مختلفين في الرأي بخصوص موضوع معين ايا كان هو ايه. بس حتى مع وجود الاختلاف ده مش هيأثر على علاقتنا الجيدة. طبعا الكلام ده كان زمان، راح خلاص للأسف. الاختلاف حاليا، وخصوصا الاختلاف في الرأي، بيفسد كل حاجة، مش بس الود، لا ده كمان ممكن يقطع صلة رحم، يقطع علاقة شخص بقرايبه وجيرانه وصحابه. مش هتكلم في خلافات الورث والفلوس في التجارة أو الشغل بين الصحاب والقرايب، لأن دي خلافات قديمة الأزل، مش حاجة مستحدثة في مجتمعنا أو حاجة جديدة علينا. وبرضه أكيد مش هنتكلم عن الخلافات اللي زي مثلا موضوع الطار في الصعيد، إنها شبه اختفت حاليا، وبرضه نفس الكلام إنها حاجات قديمة. بس الأخت اللي تقاطع إخواتها عشان حد ما حضرش عزا ولا فرح ولا مناسبة، قرايب وصحاب ونسايب يقاطعوا بعض عشان حاجات صغيرة ممكن تتحل في قعدة مع كوباية شاي، كل واحد يطلع اللي جواه، وأي سوء تفاهم يتم حله وتتصفى النفوس يعني. الناس بقت بتشيل في نفسها، محدش بيتكلم عن اللي حصل مع الشخص اللي حصل معاه الخلاف أصلا، محدش بيتكلم عن اللي مضايقه، محدش بيتكلم عن هو شايف الموضوع ازاي، ويمكن يكون شايفه غلط، فهم الموضوع غلط وتصرف على أساس الفهم الغلط فبالتالي حصل خلاف من لا شيء. مش عايز أقول إن الشخص أخذته العزة بالإثم، احنا مش بنتكلم في خطأ دلوقتي، بس ممكن نحولها شوية، يعني ممكن نقولها أخذته عزة النفس، يعني اللي هو إزاي يحصل فيا كده أو إزاي يتعامل معايا كده. لا، حاسس إن في حاجة غلط، وخصوصا من شخص المفروض قريب منك، كلمه. على فكرة أنت قلت كذا، أنت قصدك إيه؟ على فكرة أنت قلت كذا وأنا مش عارف أو مش متأكد إني فهمتها صح، قول لي قصدك كده. استفسر، حافظ على الود، يعني يا ريت نخليها سهلة على بعض علشان ربنا يسهلها علينا كلنا. المشكلة بقى في الخلافات الحديثة إن الموضوع ما بقاش له علاقة بسبب الخلاف نفسه إطلاقا. يعني أنا مش مسألة إن أنا في خلاف معين بسبب موضوع معين، فبسبب الموضوع ده حصل الخلاف. لا، الموضوع دلوقتي بقى له علاقة بشخصية الناس اللي حصل بينهم اختلاف في الرأي. الناس اللي اختلفت، الخلافات موجودة منذ قديم الأزل، من أول ما ربنا خلق سيدنا آدم قابيل وهابيل، وفي اختلافات بين البشر، ده احنا متفقين عليه، فمش هنستغرب دلوقتي ان في خلافات. اللي اختلف هم الناس اللي بيختلفوا بقى دلوقتي. الناس بقى عندها رفض غير طبيعي وغير مبرر وغير محمود انهم يكونوا غلطانين. دي حاجة مرفوضة. نادر قوي لما حد يتقبل انه غلطان او يعترف بغلط. عشان كده لو حد اختلف معاه في الرأي، بياخد الموضوع على كرامته قوي، كأن حد يعني قتل له قتيل. في ايه؟ رد الفعل تجاه الشخص بقى اللي طلعه غلطان بيبقى رد فعل بالغ التطرف، وبيوصل ساعات لحد العداوة والكره. كل ده عشان محدش علمه وهو صغير يعني ايه ثقافة حوار، يعني ايه نقاش، يعني ايه تقبل ان انت تغلط ونتعلم من غلطك ده. حاليا، وطبعا الا من رحم ربي، الناس مهما كانت مكانتهم او مهنتهم او وضعهم الاجتماعي، ما بيقبلوش، مش عايز اقولها التخطيء، ان هو حد يغلطه. دكتور يتمسك برأيه او تشخيصه المبدئي اللي ممكن يكون غلط، لا لشيء الا انه ما يتقالش عليه لا مؤاخذة حمار. يموت العيان بقى، يتعب، علاجه يطول، علاجه يمشي في الاتجاه الغلط فترة كده لغاية لما نعدل نفسنا، مش مهم. المهم ما يتقالش عليا دكتور حمار. قيس على كده بقى المدرس والمهندس والتاجر والمحاسب الخ، محدش قابل انه يكون غلطان في وضع خاطئ، في وضع الشخص المخطئ، ما بيقبلوهاش. مش بس في المهن، ده في البيوت، الستات.
بقت تقفش من اختها او بنت عمتها او خالتها عشان غلطتها في موضوع ما. لا، ده مش بس كده، ده بقى الناس كمان بيستخدموا اللي حصل ده كمبرر ان هو يقطع مع الناس دي، اللي هو والله لساني ما يجي على لسانه، يا عم ده انا بقول لك طلعني غلطان وصغرني قدام الناس. تعالى بس اقول لك حاجه، معلش يعني انا اسف يعني، هو حضرتك صغير قدام الناس بالفعل اللي انت فعلته دوت، الغلط اللي انت عملته، فانت صغير قدام الناس من غير حاجه يعني. هو عشان الراجل او الست شاوروا على الغلط او اشاروا اليه او قالوا عليه بقوا هم اللي وحشين؟ ما تشوف نفسك. ولا الشخص دوت مثلا مسكك كده زي العروسه الماريونيت وحرك خيوطك وخلاك تعمل الغلط، استقيموا يرحمكم الله، انت اللي غلطت، اتحمل نتيجه غلطك وخليك شجاع. هو الحل ايه؟ ايه الحل يعني؟ الموضوع بقى متغلغل في المجتمع وبقى قاعده خلاص للاسف. يعني انا من رايي ان اي حد عدى 6 7 سنين في مصر فهو خلاص باظ، خد الحقنه واتكل على الله. المفروض الحاجه دي تبدا من الحضانه، نفهم الاطفال ان هم عادي ان هم يغلطوا، عادي جدا يعني. ازاي؟ ما اعرفش، بس لو الحضانه عملت كده في المدرسه هل البيت هيعمل كده؟ ما اعرفش. بس لازم الطفل يعرف انه بشر، مش نبي ولا شخص منزه يعني. لازم يعرف انه بيغلط وعادي انه يغلط. للاسف التربيه الحديثه الاوفر موديانا في داهيه. يعني زمان كان في تربيه الشبشب والحزام والخرطوم اللي طلعت اجيال يعني عارفين الصح والغلط الى حد كبير. وعشان ما تفهمنيش غلط، انا مش قصدي هنا ان احنا نعذب اللي بيغلط برضه، مش قصدي ان احنا آه تربيه الشبشب والحزام والخرطوم اللي كانت بتشوه بني ادمين، مش ده برضه صح قوي. بس انا قصدي ان في عقاب، في ثواب وعقاب للخطأ، ولازم تعرف انك مخطئ. لازم الغلط يكون معروف وعواقبه معروفة وتتنفذ على الكل، مش مثلا على الطفل الصغير الكبير لا عشان هو الكبير، مش على الغفير والوزير لا عشان هو وزير، وهكذا. ساعتها حضرتك هتخلق توازن، القانون نفسه وتنفيذه هيحصل فيه توازن بين الناس. ولو انت وصلت للمرحلة دي خلاص هي اتعدلت. لحد دلوقتي انا فاكر كلمة خالد الكبير مصطفى الله يرحمه كان قايلها، وانا وهو كنا بنتكلم عن خلاف في موضوع ما يعني. كان بيتكلم على الشخص الغلطان. قال لي ايه؟ قال لي طالما هو غلطان يبقى ياخد بالجزمة على دماغه ويسكت. طالما غلطان ومش مظلوم يبقى ده اقل واجب. ده لو هو غلطان. قعد يقول لي لو هو غلطان وطالما غلطان ومش عارف ايه بتاع مرتين ثلاثة في الكلام. قلت له يا خال بس معلش يعني، ما هو في العفو عند المقدرة وخلاص نسامح، وواحد يعني خلاص غلطناه كلنا وبقى شكله وحش قدام الناس، خلاص بقى نعديها. قال لي جميل، يجي لي غلطان ويعترف بغلطته، ساعتها هنتكلم في موضوع العفو عند المقدرة. لكن يقاوح في الغلط الجزمة تبقى 2، جزمة للغلط وجزمة عشان قاوح. للأسف بقى 3/4 الناس تاني إلا من رحم ربي بيقاوح وهو غلطان، لا لشيء إن حد طلعه غلطان، لا تعليق. بأكد تاني طبعا إن مفيش أي تطرف كويس، يعني ما نعلقش المشنقة الغلطان من الناحية، أو الناحية التانية نسيبه يمشي عشان هو كيوت مثلا ولا أي حاجة أي سبب. مش ده قصدي خالص، كل شيء بالاعتدال. أكيد مثلا المخطئ عن جهل غير المخطئ عن عمد. لما أدخل مخالف مثلا بعربيتي في الشارع اللي في محافظتي اللي أنا عارف إن هو مخالف، دي حاجة. ولما أكون مسافر محافظة تانية أول مرة أروحها مثلا أو بلد تانية معرفش وأدخل غلط في شارع مثلا عكس اتجاه، أكيد بتفرق. وحصلت معايا أنا شخصيا وعدت. بداخل في الشارع ويوقفني مثلا ضابط ولا أمين شرطة ولا يقول لي أنت مخالف، أقول له والله وطلع له رخصة، أقول له أنا مش من المحافظة دي وما أعرفش بصراحة. والناس بيصفوا يقولوا لي الشارع اللي جاي. قال لي طب خلاص ارجع واتكل على الله كده وامشي في الشارع الفلانية عشان إيه ما حدش يخالفك تاني. قلت له شكرا يا باشا. الراجل فيه روح قانون، روح القانون لازم نتحلى بيها ونكون منطقيين في حكمنا بدون افتراء، لا لشيء الا ان عشان الناس بعد كده اصلا تتقبل مننا اي احكام بعد كده. نكمل الموضوع كده ان لازم يكون في اعتراف بالخطأ دون الخوف من الشكل العام. بالعكس، ده انت خوفك من شكلك قدام الناس يخليك ما تغلطش اصلا. على الاقل ما تغلطش متعمد، على الاقل الغلط عن جهل هيعدي بسهوله
الراجل ما كانش يعرف يا جماعة، خلاص خلصت. يعني أبسط حاجة هاقولها لك: رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه. لو أنت عملت حاجة غلط وأنت مش عارف، ربنا هيرفع عنك الخطأ، ربنا مش هيحاسبك عليه. هنيجي إحنا كبشر نحاسبك عليه؟ هل هنخاف من شكلنا قدّام أهل الأرض وهننسى رب أهل الأرض؟ ما ينفعش. اغلطوا عادي يا جماعة، وتقبّلوا الغلط واتعلموا منه. أكيد مش هتعمله تاني، ما أنت أكيد مش حابب تتحط في الموقف ده تاني، والّا إيه؟ لمّا حد يغلطك وأنت فعلًا غلطان، ابلعها، ما تاوحش، ما تعرضوش كده وخلاص، عشان أنت مش حابب شكلك يكون وِحِش. لأ، أنا رأيي إن ده عذر أقبح من ذنب. وافتكر دايمًا كده في صلاة الجمعة وأنت قاعد كده الخطيب بيقول إيه: "كل ابن آدم خطّاء وخير الخطّائين التوابون." والّا إيه؟ عادي إن أنت تغلط، بس توب، ما تعملهاش تاني، لا شكلك هيبقى وِحِش ولا حد هيزعل منك، والّا إيه؟ حلقتنا النهارده خلصت، أتمنى تكونوا استفدتم منها. أشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله في حلقة جديدة وموضوع جديد عن مجتمعنا. كان معاكم محمد شاهين وبودكاست التمانيناتي. إلى اللقاء.